ناس كتير جدا بتواجه صعوبة في انها تكتب باراجراف، ولو انت واحد من الناس دي فبوعدك ان بعد الفيديو ده الموضوع هيكون اسهل بكتير. اول حاجة محتاجين نعرفها الباراجراف بيتكون من ايه. الباراجراف ليه 3 اجزاء: topic sentence, supporting sentences and concluding sentence. التوبيك سنتنس بتكون اول جملة في الباراجراف وبتقول فيها الفكرة الرئيسية للتوبيك او الموضوع بتاعك. السبورتنت sentences ودي بتكون جمل بتدعم الفكرة الرئيسية أو التوبيك سنتنس بتاعتك، ودي بتكون جملتين أو أكتر. أما الكونكلودين sentence ودي بتكون آخر جملة في الباراجراف، ودي ليها طريقتين في الكتابة. أول طريقة إن أنت تلخص كل اللي اتقال في الباراجراف كله، وتاني طريقة إن أنت تكتب التوبيك سنتنس بس بكلمات مختلفة. وبس كده نكون خلصنا الباراجراف بتاعنا. تعالوا بقى نطبق مع بعض. الباراجراف بتاعنا اللي موجود النهاردة اسمه playing with friends. I like to play outside with my friends. We run, jump, and laugh together. Sometimes we play games like hide and seek or kickball. The sun shines and the sky is blue. It makes me happy to be with my friends and have fun outdoors. I like to play outside with my friends is the topic sentence. وهنا هو بيتكلم في العموم وفي نفس الوقت بيعرفك هو هيتكلم عن ايه في الباراجراف والفكرة الرئيسية عامة. هنا احنا استخدمنا 3 supporting sentences عشان يدعموا الفكرة الرئيسية بتاعتنا. أول جملة كانت we run, jump and laugh together. تاني جملة sometimes we play games like hide and seek or kickball. تالت جملة the sun shines and the sky is blue. وهنا احنا استخدمنا التلات جمل دول عشان يدعموا الفكرة الرئيسية بتاعتنا أو ال topic sentence. It makes me happy to be with my friends and have fun outdoors is the concluding sentence. وهنا احنا لخصنا كل اللي قلناه في الباراجراف من جهة ان اللي بنقول ده بيخليني مبسوط اني اكون مع صحابي ونستمتع برا البيت، ومن جهة تانية انا بقول التوبيك سنتنس بكلمات تانية. وبكده نكون عرفنا ازاي نكتب باراجراف، وطبعا كل واحد بافكاره وكلامه، ودي كانت ابسط طريقة ممكن تكتب بيها باراجراف. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير عشان غيرك يستفيد، ولو عندكم اي افكار او اسئلة ما تترددوش تشاركونا في الكومنتات، وفولو الاكونت عشان تشوف كل الفيديوهات الجاية. Thanks for watching and have a good day.